يا صباح الخير والسعادة والهنا وكل حاجة حلوة. يومكم حلو وخير ومليان بركة يا رب، اللهم امين. وحشوني كتير كتير قوي قوي قوي. عارفة ان انا متأخرة عنكم، بس طبعا ظروف الحياة والمشاغل والولاد يعني والحاجات دي كلها. فالحمد لله، ربنا يعيننا يا رب على الحياة والعيشة وتربية أولادنا والظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها دي، يا رب اللهم امين. ربنا يهون علينا يا رب اللهم امين. وحشتوني كتير من ساعه اخر فيديو والله العظيم فعلا. جايه لكم بقى النهارده بيوم جديد وروتين جديد. يا رب الفيديو يعجبكم وتتشجعوا معايا كده وتتنشطوا معايا. يلا بقى نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض هنعمل ايه. طبعا انا اسمي فاطمه، لو انت اول مره تشوفيني دي قناتي اتمنى تشرفني باشتراكك. وما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده منكم يكبر الخاطر، ربنا يكبر بخاطركم يا رب اللهم امين. بصراحة بقى بقالي فترة اهملت في المطبخ، فحسيت ان هو مش نضيف. فقلت لا، اقوم بقى كده اتوكل على الله واظبط الدنيا دي وارجعه ايه، نضيف كده وبيبرق. طبعا لازم يكون نضيف ومرتب ومنظم، لان اكتر وقت بنقف فيه هو المطبخ. فلازم لما تدخلي كده ونفسك مفتوحة، يبقى نضيف كده ومترتب وزي الفل. صحيت بقى طبعا الشمس طالعة، الجو حلو وما شاء الله اللهم بارك، يعني الجو جميل. قمت بقى شلت الغسالة من مكانها. قلت بقى ايه، عشان ما بشيلهاش بصراحة غير كل فترة، كنست كده وراها وقلت ايه همسح مسحة حلوة كده وراها. بس وقلت بقى ايه اصبن الفرن بتاعي ده كده من بره كده عشان يبقى نضيف. طبعا اي جهاز عندك بيخدمك وبينجزلك في يومك لازم تهتمي بيه. اي انا طبعا بصبنه، بحافظ وانا بغسله كده من الميه، ما ينفعش ادلق فيه ميه كتير او صابون كتير واقول ده انا كده بنضف. لا، نحافظ على الاجهزه، الحاجه بقت غاليه ومولعه جدا، فعلى قد ما نقدر نحافظ عليهم وننضفهم برضو تنظيف حلو كده وبسيط علشان الحاجة بتاعتنا ما تبص. كنت حاطه بقى هنا كلوركس الوان مع صابون حلو جدا، وغسلت بقى الفرن بتاعي كده من بره ولمعته علشان خاطر الزيوت اللي ما مكان ما بنحمر حاجه، طبعا الزيوت دي كلها بتطير في الهواء. وغسلت غسله حلوه كده. وايه، غسلت برضو الرخامه عشان بنحط عليها الاكل والعيش، فلازم نغسلها على طول وتبقى معقمه. ونشفتها كده بفوطه نظيفه ولمعتها وبقت زي الفل. قلت بقى اشيل كمان المطبخ من مكانه واعمل وراه. طبعا زي ما شفتوا كل دي زيوت رشيت عليها من الباور اللي انا بجيبه ده تحفه جدا. وحطيت ميه بقى وابتديت اللي انا ادعك ايه بالمقشه السلك دي. بس بقى ما شاء الله اللهم بارك، بقى نظيف وزي الفل، البلاط بقى حلو جدا. طبعا انا ما عنديش شفاط، فكل الزيوت والحاجات دي بتطلع بقى على المطبخ والحاجات اللي في المطبخ. فلازم ان احنا كل فترة كده نمسك المطبخ نعمله تنظيفة محترمة عشان الحاجة تبقى نظيفة ما تتراكمش عليها اتساخات ولا زيوت ولا الكلام ده كله. بس خلصت بقى ورجعت المطبخ مكانه ورصيت كل حاجة مكانها. الشباك برضو كان معايا مش نضيف، وكان عليه اللي هي بخار الزيوت زي ما قلت لكم. فلازم ان انا اغسله عشان بتمنع الهواء يدخل والضوء الشمس يدخل عند المطبخ. بصوا منزله طينه ازاي. الشفاط طبعا بيساعد شويه، بس انا للاسف يعني ما عنديش شفاط، بس الحمد لله. بس خلصت بقى كده غسلته من جوه ومن بره غسله محترمه بنت ناس. احنا بنشجع بعض وبناخد من بعض طاقة ايجابية. يعني انا مثلا لو بتفرج على فيديو بقوم اتشجع واتنشط واعمل اللي ورايا، انتي كمان برضو بتتفرجي عليا بتاخدي مني طاقة تخلصي اللي وراكي. بنساعد بعض، بنحفز بعض، بنستفيد من بعض. انا عندي معلومة مثلا انتي اول مرة تعرفيها بقولها، انتي عندك معلومة تقوليها لي، فبنساعد بعض كده وبننشط بعض. وانتوا طبعا اشطر ناس واحسن ناس في الدنيا. بس هنا بقى كنت خلصت خلاص الشباك وشطفته بقى حلو. رشيت بقى باور هنا على البلاط. تحت الحوض برضو كان فيه زيوت وورا البوتاجاز. ومسكت بقى بالفرشة السلك ودعكت كده وخليته زي الفل وبيبرق. طبعا عايزه اقول لكم البلاط ده مهما انضف فيه ما بيبانش عليه النظافه الا في وقتها. يعني وقت ما انا مسحه ومنضفاه يبان عليه. تستني مثلا 10 دقايق ربع ساعه نشف خلاص ما يبانش عليه نظافه.
بس طبعا زي ما قلت لكم انا ما اقدرش اغير اي حاجه في الشقه لانها ايجار مش ملك، فحرام ان انا اعمل فيها حاجه وهي مش بتاعتي. وغسلت كمان جنب البوتاجاز، كان مش نضيف برضو خالص. طبعا شفته بقى بيلمع، وبصي مرايه يعني بتشوفي نفسك فيها. والارض ما شاء الله اللهم بارك برضو نطفت معايا وبقت زي الفل. هنا بقى رشيت باور على ظهر الازاز بتاع البوتاجاز، وقلت اصبنه برضو عشان يبقى نظيف. إيه، انا عملت حملة التنظيف دي كلها علشان خاطر الدنيا تبقى نظيفة. وانا بصراحة بقالي كتير مهملة المطبخ، فقلت لا، جه بقى الوقت اللي انا انضفه كده واحافظ على كل حاجة فيه، علشان دلوقتي الواحد لازم يحافظ على حاجة على قد ما يقدر. الدنيا بقت غالية جدا، واي جهاز بقى غالي جدا، فبصراحة ما ينفعش. بس هنا المطبخ كان معايا البوتاجاز ما كانش مش نضيف قوي، لا عشان انا اول باول ايدي فيه لميت صبنت لميت بس الرده والحاجه اللي كانت عليه، وبعدين رشيت الباور بقى على نظافه. بس دعكته حلو بقى، والازاز كده. والفرشه دي كمان بتساعدني في مناطق انا ما بعرفش اوصلها بالسلكه، فالفرشه بتساعدني ان انا اوصلها واغسلها. وانتي بتشتغلي كده خصصي ذكر تقوليه، خصصي مثلا لو انتي بتحفظي قرآن وانتي شغالة كده ممكن تقرأي الآية اللي انتي بتحفظيها، هتاخدي حسنات وفي نفس الوقت هتحفظيها. اذكري الله، سبحي، حمدي، استغفري، صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. هتلاقي الوقت معاكي خلص، والحاجة كمان بتاعتك انجزتيها وخلصت في وقت بسرعة جدا. بس فكيت كمان التربو ده وغسلته، لانه طبعا ما كانش نضيف خالص وعليه زيوت واتساخات كده، فقلت ايه اصبنه معايا بالمره عشان يبقى ايه معايا نضيف. عايزه اقول لكم بقى نصيحه مني، لو انتوا نازلين تشتروا اي حاجه من العتبه خلي بالكم في ناس هناك اقسم بالله يعني الضمير ده مش موجود عندها اساسا. حصل لي كذا موقف هناك، فبصراحه حرمت يعني ان انا اخد الحاجه، براجع ورا اللي باخدها. ساعه لما اشتريت التربو ده، ان انا كنت ساعتها في العتبة فبتاعي، فرحت قلت هشتري واحد. طبعا هو الراجل فكه وحطهولي في الكيس، وانا بصراحة ما بصيتش وراه، خدته بقى قلت اللي هو ايه ثقة بقى وبيبيع وعنده ضمير. بعد ما روحت البيت لقيت الرجول بتاعته متكسرة. بصراحة يعني انا مش مسامحاه، وحسب الله ونعم الوكيل في اي حد ما يرعيش ربنا وما يبقاش عنده ضمير في شغله ولا حاجته والله العظيم. فطبعا ما كانش ينفع ان انا ارجع المشوار ده تاني العتب عشان خاطر التربو، فخليته واستعوضت ربنا في الفلوس اللي دفعتها، ويعني صلحته كده اللي هو ايه يمشيني لحد ان شاء الله اما اجيب واحد يبقى ايه احسن. فخلي بالكو الدنيا والله يعني اللي عنده ضمير قليل واللي عنده امانة قليل قوي، فربنا يا رب يرحمنا ويسترها معانا دنيا واخرة ويعدينا من الدنيا دي على خير بجد. فيها ايه لما تراعي ضميرك في شغلك في حاجتك اللي بتبيعها، يعني ربنا هيكرمك وهيزيدك. بل بالعكس ده انت بتعمل سمعة سيئة لنفسك ومحدش هيشتري منك وربنا مش هيكرمك في حاجتك. فخلي بالكوا وربنا يسترها علينا دنيا واخرة يا رب، اللهم امين. بس هنا بقى انا كنت خلصت غسلت بقى القواعد بتاعه البوتاجاز وخليتهم زي الفل. هنا بقى رشيت كده بريل وشوية كده باور، وقلت بقى ايه اغسل الارض وانضفها حلو جدا. هنا بقى كان خلاص ده صندوق واخداه انا كده من التربو، حاطه فيه الحاجات الخاصه بالغسيل والغساله، وركناه كده ايه جنب البوتاجاز. بص بقى غسلته بقى نضيف وزي الفل ما شاء الله اللهم بارك. بس كده خلصت بقى اللي معايا المطبخ. بصوا كل حاجه فيه بتلمع وبتبرق من النظافه. دي ماسورة الصرف بتاعت الغسالة غسلتها برضو عشان تبقى معايا نظيفة. بصوا ايه رأيكم بقى في البوتاجاز، والله اكنه لسه جديد. هنا بقى حطيت ورق ألمونيوم على العين الكبيرة دي عشان انا بصراحة مش بستخدمها كتير. بصوا ما شاء الله اللهم بارك الدنيا بقت نظيفة وواسعة كده ومرتبة، حاجة تفتح النفس. هنا بقى الفوطة دي انا حطاها عشان تمنع الزيوت شوية اللي هي تروح على الأطباق والكوبايات بتبقى متبهدلة معايا. وهي غسلت بقى المطبخ من بره ولمعت التوابل بتاعتي دي عشان طبعا الضرفة بتاعتها مكسورة،
فبيدخل لها برضو الزيوت والحاجات دي كلها. السجاد بقى بتاع المطبخ طبعا انا شلته خالص عشان الصراحة محتاج يتغسل. بس ده كان الشكل النهائي بتاعي بعد ما خلصت. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. نتيجة مرضية وانا راضية بيها. كفاية بس انك تقومي الصبح تفتحي عينك وانتي داخلة المطبخ تحضري الفطار، تلاقي الشكل الحلو ده نفسك هتتفتح على طول. ربنا يديني ويديكم الصحة يا رب والخير وراحة البال. بس كده خلصت، وده كان شكل الفيديو بتاعي النهاردة. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وكومنت حلو قمر كده، تشجيع منكم. خلاص بقى كده خلصت الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. نتيجة مرضية، المطبخ بقى شكله حلو، وكفاية الواحد يقوم من النوم الصبح كده وهو داخل في راحة نفسية، تقفي براحتك وتعملي حاجتك براحتك. هنا بقى كان خلاص قلت بقى اقعد افصل شوية واروق دماغي، خلاص مش ورايا حاجة، خلصت حاجتي ودنيتي وكله تمام. كان عندي بقى بيبسي وكان عندي بسبوسة وكنافة، قلت احط بقى وافصل شوية كده واقعد في شوية في هدوء كده. عايزه اقولك حبي نفسك، طبطبي على نفسك، قولي كلام حلو لنفسك، ما تستنيش حد يقولك حاجه، ما تستنيش حد يبسطك، ابسطي نفسك حتى لو ببسكوتايه. هتحبي نفسك هتلاقي كل الناس بتحبك. فربنا يا رب يديكوا الصحه والعافيه وراحه البال والخير كله يا رب، اللهم امين. انا بقى كنت بدوق البسبوسه طعمها تحفه جدا. وده كان يوم النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، بحبكم جدا في الله. باي باي.